يقول الملياردير السعودي الراجحي الذي وهب لله تعالى مزرعته بمنطقة القصيم، وهي أكبر مزرعة نخيل في العالم: كنت فقيرا لدرجة أنني عجزت عن الاشتراك في رحلة للمدرسة قيمة المشاركة فيها ريال سعودي واحد، رغم بكائي الشديد لأسرتي التي لم تكن تملك الريال. وقبل يوم واحد من الرحلة وفي المدرسة أجبت إجابة صحيحة، فما كان من معلم الفصل وهو فلسطيني الجنسية إلا أن أعطاني ريالا مكافأة مع تصفيق الطلبة. حينها لم أفكر وذهبت مسرعا واشتركت في الرحلة، وتحول بكائي الشديد إلى سعادة غامرة استمرت أشهرا. كبرت ومرت الأيام وغادرت المدرسة إلى الحياة، وبعد سنوات من العمل وبفضل من الله عرفت العمل الخيري، وتذكرت ذلك المدرس الفلسطيني الذي أعطاني الريال، وبدأت أسأل نفسي: هل أعطاني الريال صدقة أم مكافأة فعلا؟ لم أصل إلى إجابة، لكنني قلت أيا كانت النية فقد حل لي مشكلة كبيرة وقتها ودون أن أشعر أنا أو غيري بشيء. وهذا جعلني أعود إلى المدرسة بحثا عن هذا المدرس حتى عرفت طريقه، فخططت للقائه والتعرف على أحواله. التقيت هذا المدرس الفاضل ووجدته بلا عمل ويستعد للرحيل، فلم يكن إلا أن قلت له بعد التعارف: يا أستاذ الفاضل، لك في ذمتي دين كبير جدا منذ سنوات. قال في دهشة: لا يمكن، ليس لي دين على أحد. وهنا سألته: هل تذكر طالبا أعطيته ريالا لأنه أجاب كذا وكذا؟ بعد تذكر وتأمل قال المدرس ضاحكا: نعم نعم، وهل أنت تبحث عني منذ فترة لترد لي ريالا؟ قلت له نعم. وبعد نقاش أركبته السيارة معي وذهبنا. وقفنا أمام فيلا جميلة ونزلنا ودخلنا، فقلت له: يا أستاذ الفاضل، هذا هو سداد دينك مع تلك السيارة وراتب تستلمه مدى الحياة. ذهل المدرس وقال لي: لكن هذا كثير جدا. فقلت له: صدقني، إن فرحتي بريالك وقتها أكبر بكثير من فرحتك بالفيلا والسيارة، وما زلت لا أنسى تلك الفرحة. ويقول الملياردير الراجحي في الأخير: أدخل فرحة على حزين، وفرج كربة محتاج، وانتظر الجزاء من الكريم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وأحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث: سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.